كليتك حياتك، الحفاظ عليها يجعل صحتك أفضل. ما هي أسباب عجز الكلى، توقف الكلى، وما هي الطرق الصحيحة لغسل الكلى؟ أنا دكتور علي عبد الرحمن الطباخ، اختصاص دقيق في أمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكري. اليوم راح أشرح لكم عن أسباب توقف الكلى. طبعا توقف الكلى أكو نوعين: عجز الكلى الحاد وعجز الكلى المزمن. عجز الكلى الحاد بالنسبة للمرضى اللي يصابون بهذا الشيء عن طريق أسباب كثيرة، منها مثل أمراض الكوليرا اللي تأثر سلباً على الكلى مما تؤدي إلى توقف كلى الحاد. طبعاً سببها هو الجفاف، فقدان كميات سوائل كبيرة من الجسم مع هبوط حاد بالضغط عند المريض. بهالحالة احنا نحتاج نوصل المريض ممكن بالعلاجات وبالاهتمام وبالمتابعة يتحسن، وممكن أن يصل إلى الغسل لكن بطريقة مؤقتة، ممكن يحتاج إلى جلسة أو جلستين حتى ما يسبب خطورة على حياته. طبعا يوجد سبب مهم عندنا بهذه الحالة وهو زيادة حموضة الدم، وهو موضوع مهم ولهذا يسبب مشاكل وخطورة على حياة الإنسان. طريقة غسل الكلى كيف وكيف تتم؟ طريقة غسل الكلى عن طريق يوجد طريقتين. أولاً عن طريق الجدار البطن، لكن هذا النوع حالياً احنا نستخدمه قليل. والطريقة الثانية عن طريق تنقية الدم من المواد المضرة مثل اليوريا والكرياتينين اللي تتراكم عند توقف الكلى. طريقة غسل الدم احنا نسميها أو غسل الكلى عن طريق جهاز، نحاول نربط المريض عن طريق هذا الجهاز بواسطة سوندا، احنا نسميها دبل لومن بالإنجليزي، وهذه السوندا توضع في شريان أو وريد رئيسي بالجسم ويتم ربطه للجهاز حتى يعمل الغسل الكلوي. طريقة غسل الكلى عن طريق هذا الجهاز، المريض يحتاج من جلستين إلى 3 جلسات بالأسبوع مستمر حتى يحصل النتيجة المطلوبة. العجز الكلوي الحاد يختلف عن العجز الكلوي المزمن، أنه عجز الكلوي الحاد المريض عنده فرصة أن يرجع إلى عمل وظيفة الكلى بصورة صحيحة، لكن العجز الكلوي المزمن ما ترجع الكلية لوضعها الطبيعي، وبهالحالة يحتاج عنده طريقين: يا أما يستمر على الغسل الكلوي لمدى الحياة، أو يحاول أن يسوي زرع كلية، عملية زرع كلية، أو احنا نسميها يعني عن طريق متبرع، ويعمل عمل غسل زرع الكلى وبهالحالة يستمر. مهرباني دلسوزي وليزاني.